السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا عن النعم. بداية صل على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اسمع، النعم لا تعد ولا تحصى. وكان في الأرض نعم من السماء، فسخط بني إسرائيل على النعم التي كانت من السماء، وقالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بصلها وقثائها وثومها وعدسها. فجاءهم الرد من نبي الله موسى، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هنا بدأت القصة. استبدل الله سبحانه وتعالى طعام السماء بطعام الأرض. وفي وقتنا الحالي النعم لا تعد ولا تحصى، فيها من ما لذ وطاب. والبعض منا عندما يقدم له الطعام ينتقد ويأكل من الطعام ويقول: لماذا هذا الطعام هكذا وليس بجيد، ليس جميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب طعاما قط. من آدابه، إنه نبي الأمة، علمنا حتى آداب الطعام. فيا أخي، عندما يقدم لك الطعام فأكل بصمت، فلا يعلم إلا الله ماذا يوجد في هذا البيت أو في هذا المنزل أو ما عند الناس، فأكل بصمت وارحل. وأخيرا، إذا عجبك المقطع لا تنسانا من الإعجاب.